هلو يا حلوين، راجعه من بره والجو كان حر جدا، وكنت بقى مبسوطه بالميك اب اللي عاملاه. بس لازم نشيل كل الميك اب ده وننضف بشرتنا قبل ما ننام علشان ننام وبشرتنا كلها نضاره وحيويه وتفضل على طول كويسه. اول حاجه هنشيل الميك اب ده، وتعالوا بقى اقول لكم على اساسيات روتين بشرتي اللي بعمله قبل ما انام ولازم يكون موجود عندكم كلكم. منتجات شركه اشري ما كنتش جربتها، وحقيقي لما جربتها اتبسطت جدا جدا، سمعت عنها الفتره دي كتير. وتعالوا بقى ما اوريكم قد ايه المنتجات حلوه. الاول كنت لازم اوريكم قد ايه هي، يعني الباكج بتاعها هيجنن زي ما انتم شايفين. الشركه فيها كل منتجات العنايه بالبشره، وكمان منتجات العنايه بالشعر، وكمان الضوافر وحاجات كتير قوي. جربت من عندها الحاجات دي وبجد اتبسطت منها جدا جدا. ده غير ان انا عايزه اقول لكم ان هم باستمرار بيعملوا عروض حلوه قوي قوي، وكمان اسعارهم حلوه قوي قوي قوي. تعالوا بقى اول حاجه نشيل كل الميك اب ده، ودايما لازم قبل ما ننام نشيل كل الميك اب. اوعوا تناموا بالميك اب لان ده غلط جدا جدا على البشره. واهم حاجه عندك وهو الغسول، وده كان غسول الجزر. الجزر بيقوي النظر وكمان حلو قوي للبشره. غسول منتجات يعني كلها منتجات طبيعيه 100%. مكونات الغسول طبيعية 100%. بيعمل تنظيف يومي آمن لبشرتك، بينظف كمان بشرتك من البثور من غير ما يسبب أي جفاف، بيديها نضارة وحيوية. هو عبارة عن مستخلص الجزر. تخيلوا كده بتغسلوا بشرتكم بغسول بالجزر، حاجه كده تجنن. ريحته حلوه قوي وبينظف بعمق جدا جدا جدا. وهنا كنت بنظف بشرتي كويس قوي بعد كل اللي حصل بقى في اليوم من الميك اب ومن عوادم السيارات والتراب، ودي كانت نتيجه الغسول. يجنن، شال كل الميك اب وشال كل الاثار اللي كانت موجوده على بشرتي ونضفها جدا جدا جدا. وعجبني تجربه الغسول اللي بالجزر ده جدا جدا، وبنصحكم كلكم تجربوه لانه مناسب لكل انواع البشره. تاني حاجه واكتر حاجه بحبها التونر. التونر بقى فيه تونر بكل الحاجات. انا جربت المره دي تونر اللافندر، عندهم تونر كمان الليمون والنعناع وحاجات كتير قوي. تعالوا اقول لكم ايه فايده التونر اللي ما ينفعش تعيشوا من غيره. دايما بنشتكي من مشكله المسام، التونر بقى هو اللي بيعمل ايه، بيقفل المسام، بيساعد على توازن افراز الدهون في البشره، وكمان بيساعد في ان هو يعالج حب الشباب، وبيرطب لك بشرتك ويحميها من الجفاف. التونر ده بموت فيه. انا لازم استخدم تونر علشان كده بشرتي ما بيكونش فيها مسام واسعه الحمد لله. تعالوا بقى بعد كده، بعد ما غسلنا بشرتنا وقفلنا المسام بالتونر، لازم نرطب. كريم سوفت اند جلو من اشري، حاجه تجنن. عارفين ريحته كده تجنن وسريع الامتصاص، بيعمل ترطيب طبيعي عميق لبشرتك وبيديها كمان نضاره وحيويه. خفيف جدا على البشره وسريع الامتصاص ومناسب للبشره الدهنيه والحساسه. مكوناته تحفه، بانسينول وصبار وعرقسوس، يعني حاجه تجنن جدا جدا في الترطيب. عجبني قوي قوي في ترطيبه وريحته والملمس بتاعه وان هو سريع الامتصاص. وبكده تبقوا يعني عملتوا اكتر حاجات مهمه واساسيه لازم تكون موجوده عندك لترطيب بشرتك وكمان تنظيفها. وكده بشرتك بقت شبه الكيك بالظبط. فاضل اخر حاجه وهو الليب بالم، برضو من اشري. ده ليب بالم بالفراوله، طبعا بيرطب الشفايف جدا جدا وبيحميها من التشققات. وطبعا بما اننا قربنا ندخل على الشتاء فدي حاجه مهمه جدا جدا لازم تستخدميها يوميا. وكده نبقى عملنا كل الحاجات المهمه جدا جدا قبل النوم، في روتين قبل النوم. غسول، وبعدين التونر بتاعنا، وبعدين الكريم المرطب، والليب بالم. كده احنا بشرتنا مبسوطه مننا جدا جدا. وكده نقدر نقول ان احنا هننام وبشرتنا نظيفه وكلها نضاره وحيويه. لازم كلكم تجربوا منتجات اشري، هتعجبكم جدا جدا جدا. سايبه لكم اللينك اللي تقدروا تطلبوا منه المنتجات، وبجد هتتبسطوا جدا من المنتجات. باي باي.